الراهب الأسطوري بتاع براود هيرست لسه متحول على السجن ده من حوالي 6 شهور بس، ومع كده لسه محبوس لوحده في وحدة الخطرين. داني ميهان اللي الناس كانوا بيسموه كسر العظام كان كابتن منتخب انجلترا، بس بعد ما اعتزل بقى بيقتل زهقه بالسرعة والسواقة المجنونة، وهو بيشرب ويسكي من الإزازة. ركن عربيته قدام بار ودخل يشرب تاني، اتخانق مع الضباط وضربهم في وشهم، والنتيجة أخد 3 سنين سجن بتهمة التعدي على ضباط وسواقة تحت تأثير الكحول. والكارثة إن مشواره الكروي خلص بدري لما اتهموه إن رتب نتيجة ماتش. أول ما دخل السجن هاتشت الحارس خلاه يفهم من أول لحظة إن هنا مفيش حاجة اسمها نجم، هنا هو مجرد رقم. المساجين اتجمعوا فوق ويزعقوا ويشتموه، شايفينه خاين وباع بلده عشان الفلوس. خدوه عند بيرتون الضابط الكبير، قال له المدير هيجيلك بكرة يعرض عليك تدريب فريق الكورة بتاع السجن وانت هتقول لا. وعشان يتأكد ان الرسالة وصلت هاتشت اداله بالعصاية على طول، وروله زنزانته وبعدها نزلوه على الشغل هيقضيها ينظف الزبالة في الساحة مع عجوز اسمه دوك، ومن ضمن الزبالة جرايد ملفوف فيها فضلات بيرموها من الشباك كل ليلة. دوك بعت داني يقابل تشارلي سايكس، مجرم تقيل ومسيطر على السجن ومحكوم ب30 سنة سجن. سايكس كان خسر مبلغ محترم في رهانة على ماتش انجلترا وألمانيا لما لاعب ضيع ضربة جزاء بشكل مريب، واللاعب ده كان داني، فبقى عليه دينك قديم. في الكانتين مجنون اسمه نايترو رحب بيه بصوت عالي وقال له يقدر يجيب له أي حاجة. وفي نفس اللحظة واحد تاني ضخم اسمه ماسيف قعد جنبه وقدم له شوكولاتة وورق تويلت ناعم. داني اتحط في زنزانة مع شاب إيراني واتنين من المساجين السمر ما كانوش طايقينه زي باقي السجن. وفي الساحة الحراس طلعوا واحد مربوط بسلاسل، ده مانك الأسطوري اللي جاي من سجن براود هيرست. من أول ما دخل من 6 شهور وهو محبوس لوحده في الانفرادي. الناس بتهمس إنه قتل 23 واحد قبل ما يتعلم كاراتيه، حتى الحراس بيبعدوا عنه. داني اتاخد للمدير اللي قاعد يمدح في فريق الكرة بتاعه وبيقول عندهم فرصة يكسبوا الدوري المرة دي، ولو داني وافق يدربهم ممكن تكون الإضافة اللي محتاجينها. بس داني رفض زي ما بيرتون قال له. المدير فهم إن في حد بيحرضه، زهق من إنه يصرف على الفريق ومفيش حاجة بتيجي من وراهم. في الكانتين كيش بلطجي بدأ يستفز داني، بس الحراس لحقوا الموقف قبل ما يولع، وبعدها بيرتون رش داني بفلفل في وشه وهو الوحيد اللي اترمى في الانفرادي. المدير كان دايما بيقعد يراهن على الماتشات وداني طلب منه يسيبه في حاله، بس المدير ما اقتنعش، بدأ يشك هو ليه داني داخل في خناقات مع الكل. وفي الآخر أمر برجوعه للانفرادي تاني، وماسف جاب له أكل ومعاه فكرة، قال له ليه ما نعملش ماتش بين المساجين والحراس، تدريب للحراس وفرصة لينا. الفكرة عجبت المدير وكمان بيرتون. نايترو دخل في الحوار وقال انه كان ممكن يبقى لاعب كرة عالمي بس كان بيحب يفجر اكتر. المدير خسر 5000 جنيه وكان يومه بايظ. هاتشت بيلف ورا ماسيف وبيضغط عليه علشان صداقته مع داني كان عايز رجالة سايكس ينضموا بس سايكس منعهم. بولوتي معجب من قلبه ولابس تيشيرت برقم داني وبيترجى يعلمه مهارات الكورة، وداني بدأ يلاحظ حاجات غريبة. دوك فهمه ان سايكس بيبلغ المدير يراهن على مين، والمدير بيدخل جرايد منقوعة في اسيد مقابل المعلومات دي. هاتشت عذب ماسف ولما اتكلم ضربه ومفيش حد دافع عنه غير داني اترمى في الانفرادي وماسيف هرب له كورة مطاط عشان ما ينهارش. بما ان داني سجين مهم خرجوه بعد شوية وودوه على ملعب الكورة. شوية شباب من اللي داني وقف معاهم استقبلوه وقالوا له احنا معاك. داني ومعاه ماسف بدأوا يختاروا اللعيبة حسب المهارات، وزمايله طلعوا موهوبين. الاسكتلندي اللي شغال مع سايكس عايز يشارك بس سايكس مش سهل. سايكس هدد المدير قال له لو فلوسي ما رجعتش هشيلك من على وش الدنيا. لقى جيركن بنزين في عربية المدير ورشها كلها، وناترو طمع يبقى مدير الفريق، لكن داني قال له لا. لحسن الحظ ناترو بيحبه مع انه فجر قبل كده 5 بني ادمين، بس اللعب ممنوع عليه. والمشكلة ما وقفتش
هنا. كذب على هاتشت وقال له ان داني بيتقرب من الحراس وبلغهم عن موضوع الجرايد. هاتشت ومعاه الاسكتلندي خطفوا داني وهددوه، عينك دي ممكن ما تشوفش بيها تاني. بس داني قتلهم وغلبهم، ولما الحراس دخلوا ما بلغش عنهم. الاسكتلندي احترمه وقرر يشارك معاه في الفريق، ومعاه شوية لعيبة تقال. داني عرض على سايكس صفقة، اديني رجالتك وانت راهن على اللي انت عايزه. سايكس اتريق على داني عشان خيانة المنتخب، بس وافق يراهن على المساجين. بولوتي لسه حالم انه يدخل الفريق وداني ما قدرش يكسفه. المدير اشتكى لسايكس ان الراجل اللي رشحه بقى بيهدده وفلوسه كلها راحت على الفريق. دوك حكى لداني سبب سجنه، حد ضايقه فراح رميله قنبلة من ايام الحرب في شباكه، وما كانش يعرف ان في ست وطفل جوه، حاجة عمره ما يقدر يصلحها. بعد تفكير سايكس وافق يدخل رجالة الفريق بشرط ان داني يتخانق مع واحد منهم علشان محدش يقول انهم بقوا اصحاب. نايترو اتقلب على داني واتنقل على حبل الانفرادي علشان محدش يأذيه. داني كان هيتخانق مع نيك الطيب، بس بما انه كان تعبان دخل مكانه كيتش اللي عمره ما خسر في 30 خناقة. بس الخناقة دي كانت مختلفة، الاتنين مربوطين بسلاسل يضربوا بعض في وشهم ويشربوا كحول بعد كل خبطة. كيتش كان مسجون علشان ضرب ناس ضرب موت، وكمان بيلعب لعب قذر، بس داني استحمل. لا ضرب كسر له فكه ولا الكحول لعب في دماغه، وفي الاخر كسر له وشه بكوبايه وكيتش وقع. وبكده كسب دعم سايكس بالكامل. بس الفريق كان لسه شويه بلطجيه، محتاجين يتعلموا يلعبوا كوره بجد. اللي ناقصهم حارس مرمى، والاسكتلند فاجئهم. رشح مينك وقال مينك ده كان هيبقى لعيب جامد قوي، بس للاسف دماغه ضربت. في اشاعه انه اكل لسان حد. سايكس راح بنفسه يطلب يطلع مينك من الانفرادي، وفي المقابل لمح للمدير انه يراهن على الحراس علشان يكسب جامد. في الاول مينك رفض يلعب كوره، بس اول ما سمع انهم هيلعبوا ضد الحراس وافق على طول. وفي التمرين واحد عامل شعره زي التين الشوكي ومينك كسر له مناخيره وقلبه منتهى البرود. اسف كانت غلطه. داني قال لبيرتون احنا هنطلع روحكم في الماتش ده. المساجين والحراس بدأوا التمرين بجد، كل واحد واخد الموضوع بجدية تامة. سايكس حذر داني في فلوس تقيلة متراهنة على الماتش، وفريق المساجين لازم يكسب. الاسكتلندي ومينك وبولوتو ابتدوا يعلموا زمايلهم شوية حركات من تحت لتحت يستخدموها ضد الحراس، وبولوتي اتطوع يبقى فار تجارب من غير ما يبقى عارف عدد الحركات. 23 حركة طلع منها بالعافية. هاتشت حاصر نايترو وقال له لازم تعمل حاجة مع داني دلوقتي وإلا هتترمي وسط باقي المساجين، وساعتها مش هتطلع منها سليم. نيترو بدأ يشتغل على قنبلة. في الوقت ده سكرتيرة المدير كانت باينة عليها انها معجبة بداني، اديته تسجيلات لماتشات الحراس القديمة ومعاها ملفاتهم الشخصية، وبدل الفلوس داني دفع بطريقته الخاصة. المساجين عملوا اجتماع يناقشوا فيه نقاط الضعف للحراس اللي عرفوها كلها بالتفصيل. وفي نفس اللحظة نيترو خبى قنبلة في دولاب بتاع داني. داني كان ناسي شوية تسجيلات فطلب من دوك يجيبها له من الزنزانة. وهو في الطريق داني فتح قلبه لدوك واعترف له انه فعلا باع الماتش زمان. الشهرة لعبت في دماغه وفلوسه طارت في الهوا، اتزنق وكان عليه ديون تقيلة. قالوا له يا تضيع ضربة الجزاء يا نكسرك. وفجأة السجن اتزلزل بانفجار. هاتشت جه وادى نايترو ورق نقله على اساس انه رايح سجن اهدى. نايترو افتكر انه رايح سجن اهدى، بس في الحقيقة رايح المصحة النفسية ومش راجع. المساجين ودعوا دوك، وواحد فيهم قال له يمكن كده تكون كفرت عن غلطتك. داني قاعد يلمع جزمته بهدوء. اللحظة اللي استناها وصلت، يوم الماتش الكبير. السجن كله متجمع بيتفرج ويشجع. بيرتون قال للحراس اوعوا تنجروا ورا لعب المساجين، اثبتوا انكم الافضل واكسبوا بشطارتكم. داني لم الفريق وقال لهم لو كسبنا اليوم ده هتفضلوا فاكرينه طول عمركم. في ناس جوه كانت تتمنى تبقى مكانكم النهارده. سايكس دخل وقال دوك كان بيجمع فلوس طول عمره وفي الاخر اشترى لكم تيشيرتات للفريق. وعشان كل الناس تفهم ايه اللي بيحصل في الملعب، في 2 مساجين هيعلقوا على الماتش لايف. الفريقين دخلوا الملعب والتيشيرتات بتاعه كسر العظام شكلها جامد جدا. داني طلب من فريقه يتجنبوا اللعب اللي مش نظيف الا لو استفزوكوا، بس اول ما الصفاره صفرت الاتنين قلبوا حرب شوارع. الحراس اول ناس هددوا مرمى المساجين فهجمه مرتده. داني دخل في رئيس الامن، دخل عليه زي القطر وقلبوا على وشه، وبعدها رزع فاول مباشر في مكان حساس عند هاتشت. اللعبه اللي بعدها نفس الهدف،
هدف ونفس المنطقة. مينك نسي هو في أنهي مرمى وجري ناحية المرمى الغلط ومفيش حد جرأ يوقفه. اللعيبة كانت بتشد بعض من التيشيرتات، أجسام بتتخبط في بعضها في كل حتة. في فاول، الكرة طارت ناحية مرمى مينك وللحظة كده دماغه راحت في حتة تانية، بيتخيل نفسه بينظف الساحة من الحراس بالكامل، بس رجع لعقله في آخر لحظة وصد الكرة. تريد نقل الكرة بذكاء وبصاها. الإيراني حاول يعمل ضربة مزدوجة مشهورة ليه بس فشل. داني أخد الباص وجاب أول جون للفريق. كان فاضل 5 دقايق في الشوط الأول ومينك لسه بيجري في الملعب كأنه لاعب عادي، بس في اللحظة الماتش قلب خناقة كبيرة، الكل في وش الكل، حتى المعلقين دخلوا في الخناقه. هنا سايكس كذب على المدير وقال له انا قلت ليهم سيبوا الماتش، بس هما ما سمعوش الكلام. في نفس الوقت ايروكو اتكسرت مناخيره تاني وبولوتي نزل بداله. المدير خرج عن شعوره وهدد الحراس لو خسرنا كلكم هتتشالوا من مناصبكم. راح لداني وقال له نايترو اعترف انك انت اللي بعت دوكا على الزنزانه اللي انفجرت، يعني انت شريك في جريمه قتل وده ممكن يزودك 20 سنه كمان، فيمكن الاحسن انكم ما تكسبوش. في الشوط الثاني داني بدأ يغلط، بيضيع كورة وما بيبصيش. مينك رجع لوضعه الوحشي، بيصد الكرة بحركات مش طبيعية والخناقات لسه شغالة في الملعب. وبلوتي بيثبت انه ملوش في الكرة خالص، بيضيع الكرة وبيفشل حتى وهو قدام الجون. في لحظة سخيفة حارس من الحراس تف على دماغ الإيراني والإيراني ردها له في وشه واتطرد بكارت أحمر على طول. الفريق دلوقتي ناقص لاعب. مينك بقى عليه شغل أكتر بس على الأقل بقى ثابت حوالين الجون. ترويد رجع يعمل كل الشغل وباصة كرة حلوة وممتازة، كيتش شاطها والحارس ما قدرش يصد. النتيجة بقت 2-0 للمساجين، بس مينك اتغر شوية وقعد يرقص بالكورة جنب ال18 والحراس عجبوه على الغرور ده وجابوا جون. الكل اتصدم لما مينك اعترف في الغلطة غلطتي وواحدة كمان كانت هتعدي منه والفريق ابتدى ينهار وداني شكله بقى سيء جدا. ادعى انه اتصاب ووقع. بيرتون مش عاجبه اللي بيشوفه ومسيف كمان اتصدم، ما كانش متوقع ان الكابتن بتاعهم هيبيعهم كده، لكن مفيش تغييرات. فدلوقتي 11 حارس ضد 9 مساجين. النتيجة تعدلت ل 2-2 وداني غير رأيه ورجع يكمل الماتش، بس الفريق مبقاش واثق فيه. حتى ترويد رفض يبصيله. داني بقى مضطر يعمل كل حاجة لوحده، جري بطول الملعب ومينك في نفس الوقت راح ضرب هاتش تاني في مكان الحساس. الكرة دخلت جول الحراس بس الجون اتلغى علشان هاتشت كان مصاب قبلها والحكام ادوا فاول للحراس، بس الراهب المجنون صدها كأنه محترف. الكرة وصلت نص الملعب ومفيش غير داني ومدافع قدامه. داني راوغ المدافع وبقى وش الوش مع الحارس. الحارس شال داني من على الأرض بس داني وقف تاني والكرة لسه معاه على حدود ال18، ما شاطش على طول، بصاها لبلوتي اللي شاط بكل قوته في الجون الفاضي. المساجين اتقدموا في اخر ثواني قبل الصفارة الاخيرة وكسبوا الماتش. المدير جري على داني وهدده انا هدمرك، لكن بيرتون وقف وقال له كفاية، الراجل ده قدم لنا ماتش عظيم. وفي اللحظة دي عربية المدير اتفجرت. رسالة صغيرة من الراجل بتاع المراهنات. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.